في كل دولة في قصص بتتقال وقصص تانية بتدفن، مش في الأرض بس لكن في الذاكرة. وفي ملفات محدش بيحب يفتحها لأن مجرد فتحها ممكن يرجع إحساس ناس كتير حاولت تنساه. وده هو الصندوق الأسود اللي هنفتحه النهاردة. اللي حصل في أثيوبيا مش مجرد قصة، دي حاجة لما بدأت محدش كان متخيل هتوصل لفين. في أوقات معينة في التاريخ الرعب ما بيبقاش مجرد إحساس، ده بيبقى نظام مش محتاج يصرخ ولا يهددك بشكل مباشر، لأنه ببساطة بيخليك تفهم لوحدك، تفهم إن في حدود ولو قربت منها ممكن تختفي. وده اللي حصل في أثيوبيا في أواخر السبعينات. في الوقت ده كان في نظام عسكري اسمه الديرخ، نظام شايف إن السيطرة مش رفاهية لكن ضرورة، وإن أي صوت مختلف مش مجرد رأي لكن تهديد لازم يتشال. وشعاره كان بسيط جدا، إما معانا أو ضدنا. ولو فاكر إن الجملة دي مجرد كلام يبقى لسه ما شفتش اللي حصل بعدها. ومن هنا بدأ فصل اتسمى الرعب الأحمر. الاسم ده ما كانش عشوائي، الأحمر كان مرتبط وقتها بالأنظمة الشيوعية، لكن في أثيوبيا أخد معنى تاني خالص، بقى لون الدم اللي بقى جزء من المشهد اليومي. والرعب ما كانش بس في اللي ماتوا لكن في اللي عاشوا بعد كده. في البداية اللي كان بيحصل ما كانش واضح، ناس بيتقبض عليها وبعدين أهلهم ما يعرفوش عنهم حاجة، وناس تانية الكل يبدأ يسأل عليهم فجأة، هو فين؟ حد شافه؟ بس مفيش إجابة. وبعدها بفترة ناس تختفي تماماً كأنها ما كانتش موجودة أصلاً. لكن اللي الناس فهمته بعد كده كان أبسط وأخطر بكتير، اللي بيتكلم بيختفي. الجثث بدأت تظهر في الشوارع، مش في أماكن بعيدة لكن في نفس الأماكن اللي الناس بتمشي فيها كل يوم، قصاد البيوت، في الطرقات، في أماكن عامة، كأن وجودها مقصود، مش عشان الإهمال لكن عشان الكل يشوف. في بعض الحالات كان بيتكتب على الجثث اتهامات، كأنهم بيحاكموا الإنسان حتى بعد ما موتوه. كانت الرسالة بتقول مش بس هننهي حياتك، لأ، ده احنا هنحدد كمان انت كنت ايه. والأصعب ان المشهد ده ما كانش بعيد عن الأطفال، كانوا بيشوفوا كل ده وهم صغيرين، بيكبروا والخوف قدام عينيهم من غير تفسير ومن غير حماية بيتزرع فيهم، كأن الرعب بقى جزء طبيعي من الحياة. لكن الكارثة الحقيقية ما كانتش في الحكومة بس، دي كانت في الناس. بالتدريج الخوف بدأ يغير كل حاجة، العلاقات، الكلام، حتى التفكير. الصاحب بقى ممكن يبلغ عن صاحبه مش لأنه عايز يأذيه لكن لأنه عايز يعيش. زميل ممكن يسلم زميله عشان يبعد الشبهة عن نفسه. واللي كان بيحصل ده ما كانش دايما بدافع الشر، أوقات كتير كان بدافع رعب. مع الوقت الجو كله اتغير، بقى مبني على الشك، الاتهام بقى أسرع من الحقيقة، والجملة اللي بقت تتكرر كانت أنا مالي، خليني في حالي. لكن الحقيقة إن اللي كان بيحصل ما كانش تحقيق ولا إجراءات، اللي كان بيحصل كان رعب. ولو فاكر إن ده كان أسوأ حاجة يبقى لسه ما شفتش حاجة. في قصص اتقالت بعد كده إن في عائلات كانت بتدفع فلوس عشان تستلم جثث أولادها عشان تدفنهم بكرامة، ولو ما دفعتش الجثة بتفضل في الشارع وما يقدروش ياخدوها. بس الحقيقة المرعبة مش هنا، الحقيقة إن الرعب الأحمر ما كانش بس بيقتل ناس، كان بيغير الناس من جوه. ناس كانت بتتكلم بقت تسكت، وناس كانت بتثق بقت تشك، ناس كانت بتحلم بقت بس عايزة تعدي اليوم. الخوف دخل البيوت وقعد فيها وبقى جزء كبير من الحياة. والأخطر إن بعد فترة الناس بطلت تحتاج حد يخوفها، هي بقت تخاف لوحدها، بتراقب نفسها وتحاسبها، تسكت قبل ما حد يقول لها تسكت. وساعتها الرعب ما بقاش محتاج حد. يمكن الأرقام بتقول إن عشرات آلاف ماتوا، لكن اللي اتكسروا بجد كانوا أكتر بكتير. الرعب الأحمر انتهى على الورق، لكن السؤال الحقيقي، هل الرعب لما يدخل جوه الناس بيخرج بسهولة ولا بيفضل؟ حتى ولو كل حاجة حواليه هديت. وإيه اللي بيحصل لما الإنسان يبطل يقول رأيه؟ مش لأنه مش عايز لكن لأنه اتعلم إنه يخاف، ولما الصمت يبقى عادة مش اختيار. وده كان ملف جديد من الصندوق الأسود. لو القصة دي وصلت لك وخلتك تفكر حتى لو للحظة، اعمل لايك وشير للي محتاج يشوف الحقيقة دي، واشترك في القناة عشان باقي الملفات لسه ما اتفتحتش.